كثير. يحكى أن فتى قال لأبيه: أريد الزواج من فتاة رأيتها وقد أعجبني جمالها وسحر عيونها. رد عليه والده وهو فرح ومسرور: أين هذه الفتاة حتى أخطبها لك يا بني؟ فلما ذهب ورأى الأب هذه الفتاة أعجب بها، وقال لابنه: اسمع يا بني، هذه الفتاة ليست من مستواك وأنت لا تصلح لها، هذه يستاهلها والله أعلم رجل له خبرة في الحياة وتعتمد عليه مثلي. اندهش الولد من كلام أبيه وقال له: كلا، بل أنا سأتزوجها يا أبي وليس أنت. تخاصما وذهبا لمركز الشرطة ليحلوا لهم المشكلة، وعندما قصا للضابط قصتهما قال لهم: أحضروا الفتاة لكي نسألها من تريد، الولد أم الأب. ولما رآها الضابط وانبهر من حسنها وفتنته قال لهم: هذه لا تصلح لكما، بل تصلح لشخص مرموق في البلد مثلي. وتخاصم الثلاثة وذهبوا إلى الوزير، وعندما رآها الوزير قال: هذه لا يتزوجها إلا الوزراء مثلي. وأيضا تخاصموا عليها حتى وصل الأمر إلى أمير البلدة، وعندما حضروا قال: أنا سأحل لكم المشكلة، أحضروا الفتاة. فلما رآها الأمير قال: هذه لا يتزوجها إلا أمير مثلي. وتجادلوا جميعا، ثم قالت الفتاة: أنا عندي الحل، سوف أركض وأنتم تركضون خلفي، والذي يمسكني أولا أنا من نصيبه ويتزوجني. وفعلا ركضت وركض الخمسة خلفها، الشاب والأب والضابط والوزير والأمير. وفجأة وهم يركضون خلفها سقط الخمسة في حفرة عميقة، ثم نظرت إليهم الفتاة من الأعلى وقالت: هل عرفتم من أنا؟ أنا الدنيا، أنا التي يجري خلفي جميع الناس إلا من رحم الله، ويتسابقون للحصول علي، ويلهون عن دينهم في اللحاق بي، حتى يقعوا في القبر ولم يفوزوا بي.